جوزي طلباته أوامر، هو اللي طلبها مني الساعة 2 بالليل. لقيته بيقول لي كده: أنا عايز آكل أي حاجة حلوة، ما عندكيش أي حاجة؟ قلت له: بس كده، ده أنت تؤمر. وقمت بسرعة حضرت صينية البسبوسة، وقبل صينية البسبوسة كان لازم أعمل الشربات، ونزلت لكم كده بالمقادير: كوب سكر مع كوب مية، وقلبتهم كويس جدا جدا، واحط عليهم نص ليمونة واحطهم على نار هادية. ولما يغلوا كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة، أبدأ إن أنا أحط الفانيليا وأطفي وأسيبها بقى تبرد كده مع نفسها. في الوقت ده بقى هكون راح أعمل البسبوسة. البسبوسة مش بتاخد وقت خالص، وما ينفعش إنك تعمليها الأول وتركنيها. لو عملتيها وركنتيها هتنشف، يعني لو انت حضرتيها وسبتيها بره كده شوية قبل ما تدخليها الفرن هتنشف معاكي، لما تستوي مش هتكون حلوة أبدا. يلا بينا كده بسرعة هنعمل البسبوسة مع بعض. هجيب علبتين زبادي لاتنين كيس بسبوسة. طب انت عايزة تعملي كيس واحد بس، هتحطي معاه علبة بسبوسة واحدة بس. فأنا كده عشان هعمل كيسين، هعمل صينية كبيرة، فحطيت علبتين زبادي كده كبار مع 4 معالق سمنة بلدي. 4 معالق سمنة بلدي، يدوبك كده مسيحاهم كده على البوتاجاز، اللي هو أعرف إيه، أربهم كويس جدا بالمضرب اليدوي مع الزبادي، لكن مش مسخناهم بقى وقدحاهم، لا، يا دوبك كده تسخين بس بسيط. بدأت ان انا اقلب كده السمنة البلدي مع مع الزبادي بالمضرب لغاية ما تربوا كده كويس جدا. طب ما عندكيش سمنة بلدي اعملي بسمنة عادية عادي، بس مادام هو متوفر عندي خلاص. بدأت إن أنا ربيتهم كويس جدًا، جدًا، وهابدأ أنزل بكيس، كيس. هابدأ أنزل بالكيس الأولاني هافتحه وهاحطه كده على المكونات اللي هي كانت معايا، أفضل أقلِّب كده كويس جدًا بالمعلقة بتاعتي. حابة إنِّك تفركيها بإيديكِ اعمليها بإيديكِ، بس علب الزبادي كانت كبيرة، فكانت هتبقى يابسة معايا في إيدي، غير لمّا أكون علبة الزبادي الصغيرين. يعني أحيانا ما بالاقيش علب الزبادي الكبيرة دي وبالاقي الصغيرة، باجيب منها علبتين وبزود شوية لبن أو شوية مية عادي، فاهميني؟ عايزة أقول لكم مقادير الكيس تاني. الكيس البسبوسة بياخد علبة زبادي كبيرة، وبياخد معلقتين سمنة. تمام. طب الكيسين عليهم 4 معالق وعليهم علبتين زبادي كبار. الزبادي البلدي اللي احنا بنجيبه كده العادي. وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا جدا. في الفترة دي بقى وقت التقليب رحت سخنت كده الفرن، وجبت كمان صينية ودهنتها كده ايه بالسمنة. عايزة تدينها بالطحينة اعمليها بالطحينة، بس انا بصراحة ما جربتهاش، انا بقول اللي انا جربته دهنتها كده سمنة بالفرشة، حاجة بسيطة كده بس. وهبدأ انزل البسبوسة بتاعتي، وهبدأ بقى ان انا افردها. وطبعا انتي ليكي حرية الاختيار في التزيين زي ما انتي حابة خالص. حابة انك تحطي بقى مكسرات من الغالية، حطي انتي ومقدرتك، بس اساسي البسبوسة. المقادير تبقى انتي عارفاها: الزبادي والسمنة وكيس البسبوسة. تمام، اهم حاجة. لكن انتي حرة في اختيارك لنوع السمنة، انتي حرة في اختيارك في تزيين البسبوسة زي ما انتي حابة. آآ عايزة أقول لِك إن البسبوسة الناجحة هي اللي بتشرب الشربات. عايزة أقول لِك برضه إن الشربات يكون دافي والبسبوسة كده خارجة من الفرن. ممكن يكونوا الاتنين دافيين عادي، لكن حاولي إنِّك أول ما تخرج البسبوسة ما تركنيهاش، لأ، حُطّي عليها الشربات على طول. بس نصيحة مني: اوعي يكون الشربات معاكِ سخن مولّع أو سخن أوي، وكمان البسبوسة سخنة، لأ، هتطرى معاكِ أوي، مش هتبقى حلوة. لكن أنا باعمل الشربات الأول وباركنه بيبقى دافي. وأنا كده خلاص البسبوسة خارجة، بتبقى سخنة وباحط لها الشربات دافي. بتطلع بقى كده مقرمشة، ولا منها طرية ولا منها ناشفة، وبتطلع حلوة جدًا وتحفة. هتسأليني وتقولي لي اتكلفت معاكِ إيه الصينية دي؟ هاقول لِك 50 جنيه. هتقولي لي: طب ما انا اجيبها من بره. تعالوا بصوا اشتروا كده طبق حلويات من بره، او كيلو بسبوسه، شوفي سعره وصل لكام. حتى لو هتجيبي كيلو البسبوسه من بره ب50 جنيه زي ما انتي عامله الصينيه، صدقيني بتاعتك انتي هتكون اطعم واحلى بكتير، خاصه انك عاملاها بسمنه بلدي صافي. خاصة انتي عارفة انتي عاملاها ازاي بايديكي انتي، الله اعلم اللي بره ده عاملها ازاي. ده برضو مش بقولك ان انا ما بجيبش حاجة من بره، لا، كلنا من بيجيلنا وقت كده بنشتهي الحاجة اللي يعني بيبقى عندنا كده قابلة إن إحنا ناكل حاجات كده
من برّه، بس أنا باتكلم في العادي، لأن أنتِ مش كل يوم والتاني هتروحي تشتري من برّه، الطبيعي إن إحنا الحاجات دي بنعملها في بيوتنا، بس يعني ممكن كل شهر، كل شهرين، على بال ما نشتري حاجة كده إيه من برّه، لكن الحاجات دي بتوفّريها في البيت، بتبقى أحلى، بتبقى أطعم، بتبقى أنضف. صدقيني كده سِت البيت الشاطرة لازم تتعلم تعمل كل حاجة، لو أنتِ بنوتة كده لسه صغيرة لازم تتعلمي، وبعدين هي سهلة جدًا، جدًا، وما بتاخدش وقت خالص. وعلى فكرة أنتِ رُحتِ يعني تعالي كده اشتري طبق حلويات دلوقتي، طبق الحلويات الصغير برّه هتلاقيه ب150 جنيه، وهتلاقي صينية البسبوسة دي هتلاقيها برّه بتاع في حدود مثلًا 100 جنيه، لو هتجيبيها بالسمنة البلدي هتعدّي ال100 جنيه على فكرة. فصدقيني اتعلمي لو أنتِ بنوتة صغيرة كده اتعلمي وتطلع معاكِ زي العسل. طبعًا سخّنت الفرن كويس جدًا وحطيتها كده على الشبكة على أول كده رف، وكنت مشغّلة الشواية على نار هادية جدًا، جدًا، لغاية ما بدأت تفتح اللون يبقى دهبي، طفيتِ الشواية وبتيجي بعد فترة تاخد اللون. طبعًا فضّيت عليها بقى الشربات زي ما أنتم شايفين كده، وهابدأ بقى إن أنا أقطّعها بالسكينة، المفروض إن أنا أسيبها تبرد شوية، وبعد كده إن أنا أبدأ إن أنا إيه، أقطّعها وأبدأ إن أنا أطلّعها في الأطباق، علشان ما تتهراش منِّك. بس أنا بصراحة كنت مستعجلة، لإن عاملاها في وقت متأخر جدًا وعايزين ياكلوا منها، بس ربنا سترها معايا وطلعت حلوة جدًا، وعرفت أطلّعها كده من الصينية وهي سخنة وكانت متماسكة، لإن مقاديرها مضبوطة، لإن كل حاجة فيها صح، فطلعت معايا مضبوطة جدًا. في ناس كتير أوي بتشتكي وبتقول إنها بتطلع معاهم ناشفة، بتطلع معاهم مش حلوة أبدًا، مش مرمّلة، لكن دي كانت مرمّلة، من حلاوتها كده وطعمتها طول ما أنا واقفة كده باصوّر كنت باكل فيها، وكمان عيالي واقفين حواليّا وجوزي هات لنا حتّة، وكل ده من ورا الكاميرا وما حدّش شايف أي حاجة، بقيت أطلّع كده على الطرف وأول ما أمسكها كده ياخدوها منّي على طول من ورا الكاميرا، طبعًا ما حدّش شايف أي حاجة بقى، بس بجد جرّبيها تحفة جدًا، 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 وإن شاء الله هتعجبِك. لو وصلتِ معايا لغاية دلوقتي اكتبي لي كده كومنت يفرّحني، حطّي لي لايك، لو أنتِ أول مرّة بقى كده تشوفي فيديو ليّا اعملي لي متابعة واكتبي لي في الكومنت أنتِ بتتابعيني من أنهي بلد، وجرّبي البسبوسة كده بطريقتي، واكتبي لي برضه يا ترى طريقتي كده عجبتِك والّا لأ. أهم حاجة خلّي الصينية تكون واسعة لو أنتِ هتعملي 2 كيس بسبوسة، عشان ما تطلعش معاكِ تخينة، خلّي بالِك البسبوسة لو طلعت تخينة مش بتبقى حلوة، بتبقى مكتومة، ولو طلعت معاكِ رقيقة زيادة عن اللازم هتتهرى منِّك وهي بتطلع، خير الأمور الوسط، يعني يكون مقدارها كده العلو بتاعها بتاع حوالي مثلًا آآ أول عُقلة كده من الصابع أو أقل منها، هتطلع معاكِ مضبوطة وهتطلع معاكِ تحفة، وصدقيني كل اللي هيدوقها من إيديكِ هيقولوا لِك اعملي لنا منها على طول. لو عندِك كريز كمان ممكن تزينيها فوق السوداني، بس الكريز طبعًا مش قبل ما تخش الفرن، لأ بعد ما تخرج كده ابدئي إنِّك تقطّعي لها قطع الكريز، وابدئي إنِّك بقى شيليها كده من الأطباق وقدّميها، وباحبكم في الله، ولو عايزين منّي أي وصفة اكتبوا لي في الكومنتات وأنا تحت أمركم يا حبايب قلبي، باحبكم بجد، يا أحلى عيلة ليّا، باحبكم من القلب، وانتظروا فيديو جديد إن شاء الله من فيديوهاتي.